توكلنا على الله. استناني يا اسطى ثواني وراجع لك. شفت بقى انك غلطان وان انا اقدر اعيش من غير ما انصح حد. اديني استحملت الزباله اللي كان مشغلها طول السكه وما فتحش بقي. على انا يا حسين الكلام ده. طب ايه رايك ان انت مخليه يستناك عشان طول ما انت راجع في الطريق تهري نصايح لحد ما يولع في الكاسيت اللي بيسمعه ويحرق التوك توك بتاعه، وانا مش فاهمك. بص يا عم عشان ما تفهمنيش غلط، طول ما انت بتنصح بالحسنى ومن غير ما تنزل على حد انت حر. بعدين خلاص بقى يا حسين انا خدت يومك كله. سلم لي على هدى وجرمق العيال. تسلم لي يا حسين. اشوف وشك بخير يا حوده. الله يخليك. خلي بالك من نفسك وانت كمان. اوعى تنسى نصايح الحاج اسماعيل. انا ناقصك. اطلع يا اسطى اطلع. بلطيه ايه وسمكه ايه؟ مش تتقي الله. ايه النيله دي؟ محمود، ازيك يا محمود؟ ازيك يا شيرين؟ ازيك يا طنط؟ عايز ايه يا محمود؟ مش كفايه اللي عملته فيها؟ عملت ايه بس يا طنط؟ لا اله الا الله. انت عايز تفهمني انك ما بتعرفش ايه اللي حصل لها؟ ام عماد قالت لي على كل حاجه، وقالت ان امك عارفه كل حاجه وعماله تتكلم في الموضوع. مفيش حاجه بتستخبى يا محمود. رايحين يودوني للشيخ يا محمود عشان يطلعوا العفاريت اللي عليا. يحسبوني ملبوسه. ما تكلميش معاه وتعالي هنا. امشي يا ابني الله يسيئك. ابوها راح يجيب حاجه من الكشك، ولو جه لقاك واقف هنا بتتكلم معاها انت عارف لسانه مش هيسكت وهيفرج علينا الخلق. انت كويسه يا شيرين؟ اتلمي يا بنت شويه. كنت عارفه ان انت هتسالني السؤال ده. حلمت بيك وانت بتساله لي يا محمود. انا عارفه ان انا مش هون عليك. بعدين بقى في الفضايح دي يا ربي. امسكي نفسك شويه يا بنتي. يما في ايه يا محمود؟ عايز مننا ايه يا اخي؟ ما تسيبنا في حالنا بقى. خش العربية. حاضر حاضر يا اخويا. خش يا بنت. خليك فاكرني يا محمود والنبي. يا بنت خش ادخلي. بقولك. ادخلي. ابو شكلك. خشي. حاضر حاضر اهو. فاهم الوقت ايه؟ اللي مش هياخد مني هياخد من غيري. ما تقلقش. حد بيعرف يجيب نوعية البضاعة اللي أنا بجيبها ولا بيبيع بالسعر اللي أنا ببيع بيه؟ أنا مش معاك. لا وكده هنبقى بخسارة. بقول لك يا كامل ما توجعش قلبي بقى. ما توجعش قلبي بقى واعمل اللي بقول لك عليه. أنت مش قلت لي إنه ما حكاش لأبوه؟ الواد ده عاقل مش هيخرب علاقته. أي غلطة في الموضوع ده تهد الدور كله.
اللي انت ساكن فيه ده. اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا استاذه منى؟ مش البيت، امال في ايه؟ تعالى اتفضل ادخل. تعالى تعالى اتفضل. انا شكلي جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ بس يعني يا احمد ما قالناش انك جاي. ما هو ما يعرفش، اصل امي محل الله لقيت عنده ولاد وبنات. هو في ايه؟ في ولاد وبنات. تعالى بس. انت طبعا سمعت عن قضية خالد سعيد الله يرحمه. سعيد الله يرحمه. في جلسة عشان يحاكموا اللي قتلوه، فاحنا بقى متجمعين كده وناويين نعمل وقت الجلسة مظاهرة كبيرة جدا. على فكرة احنا مش لوحدنا، احنا معانا 6 ابريل وحركة كفاية وشباب كتير من الاحزاب. بس انا ليا سؤال بقى، انتوا ليه متجمعين في بيت احمد؟ عشان متراقبة. بص انا مش هكدب عليك، اخوك مرصود جامد جدا اليومين دول. طمنتي قلبي، كده انا فهمت. الشقه متراقبه واحمد مرصود، ده ايه الحذر اللي انتوا فيه ده؟ انتوا ايه؟ بتسهلوه على امن الدوله عشان تيجي تلموكوا كلكم مره واحده؟ بص انت برضو مش غريب، انا هقول لك. احنا عندنا شكوك قويه جدا ان في ميكروفونات في الشقه بتنقل كل حاجه على الهوا. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنتجمع ونقول كده اي كلام، قال يعني دي الخطه، ايه اللي هيحصل وقت الجايزه، بس في الحقيقه حاجه تانية خالص هتحصل. بتتكلموا بالسيم يعني؟ لا السين ايه؟ اللي فعلا هيحصل، في ناس دلوقتي قاعده في مكان مش متراقب بيخططوا له، يعني قرب الوقت هيبقوا يبلغونا. كل ده عشان تعملوا مظاهره؟ يا نهار اسود، امال لو عايزين تقلبوا نظام الحكم كنتوا عملتوا ايه بس؟ نقول لهم والنبي. على فكره اليومين دول مضايقينها علينا جدا. بقول لك ايه، ما تتفضل معانا، احضر معانا. لا لا اعفيني معلش. لا لا بجد اتفضل. لا صدقيني متغدي ما اقدرش. انت ايه خايف؟ على فكره بقى انت بالذات مش المفروض تخاف، مش المثل بيقول ضربوا الاعور على عينه وقال خسرانه خسرانه؟ ماشي خسران. الله يبارك لك في نظرك يا ست. امال احمد فين؟ قولي لي والنبي انه مع المجموعه اللي بتحط الخطه عشان اطمن على مستقبله والحق اطمن امه. لا 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 احمد مش بيشارك خالص في حططان خطط، اصل بصراحه مندفع ومتهور حبتين، ولو مشينا وراه كلنا هنروح في 60 داهيه. بلسم بلسم كلامك بلسم، عارفه بيخلي الواحد قاعد ما اعرفش كده. انت عارفه انا كل لما افتكر ان احمد خلاني اوكلك كمحاميه اتاكد ان عمري ما هشم ريحه الجامعه لحد ما اموت. انا ايه اللي جابني السعاده دي ما اعرفش.